خمسة كل خميس. خمسة علينا. يا عم ايه في يا عم مالك يا راجل؟ ايه في يا عم مالك يا عم سمير؟ ترقص على طين انت؟ ايه في؟ انت ترقص على طين انت؟ ده انا هنخمس في عين العدو. لا يا راجل؟ اه على اساس ان انت خدت الدوري خلاص يعني. نقطة. ايه؟ باقية نقطة. طب ما النقطة دي ممكن تخليك تخسر الدوري. باقية نقطة يا ابو عون، بعد المعاناة دي وتبقى فاضل نقطة، ومن أول الدوري شغالين بيراميدز خد الدوري، بيراميدز خد الدوري، ونيجي دلوقتي يبقى الفرق نقطة، يبقى الموضوع قرب. احلق دقني لو خدت الدوري. ايه؟ احلق دقني لو خدت الدوري. بإذن الله هناخد الدوري وهنحفل عليك وهنطلع عينك يا ابو ثلاثة، ولو راجل ابقى فوت الماتش البيراميدز. طب ايش رايك عند في كلامك لنفوت الماتش البيراميدز؟ يا مدلدل ورينا هتاخد الدوري ازاي؟ يا مدلدل يا مدلدل اعمل حاجه. في غيرك؟ ما لو فيش غيرك بس العب مع بيراميدز. هتبكي على الدوري دلوقتي؟ في غير على الدوري دلوقتي عشان بتاعنا. بتاعك من وين؟ يا اما بتاعك انسحبت ليه من قدامنا؟ بتاعنا سحبت مين انت؟ ايوه انسحبت يا حبيبي. هتبكي على الدوري؟ هتبكي يا سمير على الدوري؟ يا ابو ثلاثه هتقول انسحبت؟ ايوه انسحبت يا ابو ثلاثه. ايوه انسحبت. يا ابو ثلاثه. مين ابو ثلاثه؟ الاهلي صاحب قرارات يا ده الاهلي عمك يا ده اللي عمل الاهلي في الانسحاب. تاريخ يسجل يا امال لما هو تاريخ امال ليه هتبكوا على الدوري دلوقتي؟ هناخدوه غاصب رغم الانسحاب يا عم بس رغم الانسحاب ريح ورغم التآمر. لا والله تآمر ايه؟ على النادي الاهلي يا ريت انتوا 44 دوري و44 كاس و44 افريقيا كل ده تآمر. خمسة عليكم يا العين يا راجل. خمسة في وشكم. خلي بالك الدوري في اقدام الغير اللي هم احنا. مين؟ انت هتستنونا احنا هتفرجوا على مباراة بيراميدز والزمالك واحنا هننسحبوا من قدامهم عشان تموتوا بغيظكم. تنسحب تقعد دي عادتك مش هتشتريها انت. لا يا راجل انت ما تفرقش معانا. فرقه زي يفرق معاكم انتوا؟ فرقه زي فاركو تفوز على بيراميدز يبقى قادر المصري. دي مؤامره دي مؤامره. كمان مؤامره. ايوه هدف تسلل واضح 100%. مؤامره كونيه معروفه بين عينك. يطلع احسن نديك البوكس وخلي دروسك تفوت من يا حبيبي مش هدف. ما ده هدف ده التسلل واضح يا راجل. 3 ورا الخط. ايه في يا راجل؟ يا مدلدل حتى انت هتدور على الاحتواء زيهم يا هتدافع عنهم ليه انت هتدافع ليه عنهم يا ابو عون؟ ده ندافع نص 3/4. يا تعمل شخصيه دول عيال عمنا. اعمل شخصيه لنفسك هتبقوا على الدوري. كنت تقول عيال عمنا الاسماعيلاويه. مين؟ ودلوقتي البيراميدزويه دلوقتي يا عديم المبدا. يا عديم المبدا. بس انت فوز المباريات الباقيه. يا عديم البطولات. يعني انت هتفوز المباريات الباقيه؟ هنفوز ان شاء الله المباريات الباقيه. مين قال لك؟ مين قال لك؟ ده على كده هو عماد النحاس 5 و3 المره اللي فاتت 8 المره اللي فاتت 8. مش مشكله عادي اجرب اللعيبه باذن الله هنعبوا الشبكه لغايه لما تسمع مننا قدام الناس ايش رايك لما خسرت الدوري زي ما تقول يا سيدي؟ مين؟ انت. يا حاقد. انا حاقد؟ يا حاقد. ولا هتروح كدوري ولا مركز ثاني ولا افريقيا هتطلع موسم صفري. يد دور لك على حاجه تعملها تتنافس بيها يد انت المفروض ان انت تتكلم وتنافس على المركز الثاني يا ابو لا ما هننافس حاليا على المركز الثاني. مين؟ انا هننافس حاليا على المركز الثاني. انت اللي خايف. مين ده؟ انت خايف مننا. خايف منك عشان الدوري انا اللي هنتحكم فيه مش انت دلوقتي. ده انا دلوقتي انا هحاول نطلع المركز الاول. انت حلمك انك تروح المركز الثاني. ده انا حلمك. ده انا انك انت تاخذ مركز ثاني. من غير مين ما هتاخذ الدوري السنه دي وحنوريك مسيره المباراه البيراميدز تبقى تموت بغيظك. طب سيبها تبقى تروح بطوله افريقيا. سيبها يا ابو ثلاثه. يا حبيبي الدوري في اقدام الغير اللي هو احنا اللي هنتحكم في الدوري دلوقتي يا سمير. انت اللي هتحكم بالانسحاب بتاعك. انت اللي سحبت. اطلع يا راجل اطلع يا راجل. الله يخرب بيوتكم منكم لله. امبارح تعادلتوا مع المصري وانهارت المباراه الثانيه على التوالي. عماد النحاس الاقرع يفوز 5 والمباراه اللي فاتت يفوز 3. خبر ايه؟ يعني على كده بيراميدز لو فاز علينا ولا احنا فزنا عليه ضاع الدوري. يعني كده الاهلي ممكن ياخد الدوري في اي لحظه. يعني بيراميدز لو تعثر في اي مباراه رجع الدوري في ثاني للنادي الاهلي. طب واحنا حيضيع علينا المركز الثاني؟ ما احنا تعادلنا مع المصري. منك لله